حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارفه اعمل اكل ايه، اروح شمال اروح يمين، دماغي واقفه. قلت والله اللي انا عامله رنج هي انا جايه معايا على طول الايام دي احمر بطاطس. مش عارفه ايه الحكمه، يعني ايه الحكمه ان انا افضل احمر في بطاطس كل شويه؟ لا اعرف. قطعت بطاطس بقى وقلت اما ايه اما احمرها. قلت اما احمرها قطعت شويه بطاطس حلوين كده. بصوا هفتح شكلي ايه محل بطاطس محمره. الاول احط البطاطس على النار عشان الرجل مش هتاخد وقت ان انا انضفه. امي ده قلت لكم انا لابسه الدولاب امبارح، لابسه الدولاب. المهم هغسل بقى ايه بطاطساتي. اغسل البطاطس واجيب طاسه على النار ونحط البطاطس تتعمل عبال ما انا ايه عبال ما انا ابتدى انضف الرنجه يكون البطاطس اتحمرت. طبعا ما تنسوش يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد. احط هنا، انا عايزه اظبط الكادر بتاع الكاميرا علشان كده. كده تمام. خلي بقى البتاع ده تسخن ونشوف الرنجة. تفتكروا هتكون مبطرخة ولا لا؟ مش عارفة. تفتكروا هتبقى عاملة ازاي؟ نشوف وضعها هيبقى ايه. نشوف وضعها هيبقى عامل ازاي. انا قبل ما اظفر بس ايدي عشان ايه احط البطاطس عشان يبقى انا ايدي ايه تمام. ماشي، احط طاسه بطاطس كده حلوه عشان لما انضف الرنجه يبقى انا كده في التمام. قشطه قشطه عليكم. حطوا لي لايك يا جماعه، ما تنسوش تحطوا اللايك، اهم حاجه اللايكات. انا خلاص كملت ال1000 مشترك، ده اول شهر في اليوتيوب الحمد لله. عقبال بقيه الشهور ان شاء الله، عقبال 4000 ساعه ما يكملوا. انزلي ايه انزلي ايه لازم يخشوا كارت حشر، يعني مش عارفه كارت حشر لازم في المطبخ. اعمل فيهم ايه؟ قولوا لي. جامده قوي. وحبه فراوله. ايه عايزه ايوه. لا استنى لما ناكل. حلوه قوي. كنت بحرق الرنجة على النار، فاكتشفت ان هي بتحدق. رغم انا بحب ريحتها قوي وهي لما بتتحرق، بس اكتشفت ان هي بتحدق قوي. خلاص يا مريم، شكرا لك. فايه فقلنا بقى نغير الطريقه. انا كل مره كنت بحرقها على النار، المره دي ما حرقتش. نغيره، عايزه اشوف ايه الفرق يعني. اكتشفت ان هي ايه اكتشفت ان هي بتحدق وطعمها كده فعلا حلو. بس اللي متعود بقى على حاجه انسو.
تعملي ايه؟ ايه رايكم؟ استنى تعملي ايه؟ كان ايه؟ تاكلي من غير انا؟ ليه؟ كده ليه؟ يا حبيبتي فين جدع؟ نشيل بصلايه بقى يا معلم. صنايع؟ احاول ان انا انطلق. طلع. وافتحها كده تفتكروا فيها بطروخ. انا بحب البطروخ اللي هو ناشف، ما بحبش البطروخ. الله يا الله 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 هلا 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 يا عبد هلا. بص بقى اوريكم بطروخ. واو واو بصوا ملبل ملبل ملبل. بطروخ انا بحب قوي البطروخ الناشف بصراحه، ما بحبش البطروخ الناشف. ولا بقى لما تمسكوا بقى ايه احساس ان انتوا بتاكلوا فسيخ. ياما انا مش من هوايه رنجه، لكن انا بقالي زمان ما اكلتهاش. فتره كبيره جدا ما اكلتهاش، حاسه ان انا مشتاقه لها. فاهمه؟ تغيير بقى عشان نلاحظ ان ايه كل سنه وانتم طيبين رمضان جاي. فقلنا بقى ايه نحدقه كده، يعني نحاول ان احنا ايه ناكلوا اي حاجه حادقه علشان الايام الجايه مش هنعرفوا احنا ننطلق. فاهمين؟ نشعبنه نشعبنه. طبعا انا عارفه ان انتم متغاظين نفسكم تعملوا كده. التلاجة عندكم مفتوح؟ يلا تألق، خصوصا في السقعة. تحية ماما. طيب نشوف التانية، نشوف التانية بقى. يعني خطوط كبير قوي. صورة سيلفي. يما انا بحب الرنجة العدمة. هي دي مش عدمة قوي صراحة، بس ايه حلو. تخيلوا بقى لو كنت انا سيبيها يا مريم عشان ما تخسرش، لو كنت عملتها كمان على النار. بس على فكرة الصوت ده صوت الغسالة، لا يعني صوت الغسالة شغالة علشان قلت وانا واقفة في المطبخ المطروح هحتاج ان انا افتحه كل شوية، ففرصة يعني ان انا اغسل واعمل الاكل واغسل واعمل كله في وقت واحد. شفتوا احنا ما بنهزرش. يا حلاوة. ايه ده؟ انزل انزل انزل. هنحط بقى فسيخ فسيخ. يخرب بيت الفسيخ. ده مش فسيخ يا ولد، دي رنجة مش فسيخ. فسيخ تدوق فسيخ. تدوق يا محطوط الفسيخ. تدوق. أنا مرة دقت الرنجة. مرة؟ ما دقتهاش ولا مرة اصلا. انت دقت الفسيخ. انت دقت الفسيخ؟ شفت والله من يتأكل الفسيخ. ايوه انت دقت فسيخ ما اكلتش رنجة. لا انا اكلت مرة رنجة. لا 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 انا اكلت مرة رنجة وانا يا ده بطروخ. بطروخ. ده مش قلب. ده الناس اساسا بتعشق. وانا كمان بحسب.
وماما بتعشقه وانا ساعات بحب البطروخ اكتر من الرنج، طبعا. بحب الرنج اكتر من البطروخ. انا برضه الرنج وانا هنا. لا بجد؟ ده كان بتاع انا بحاول اقشر واشيل الشوك واظبط كل حاجه فيها. لا 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 اوعى اللي بتاعي يقع يا ايه. سيبيني لا بتعمل ايه؟ استني. ايه رايكم في عيال؟ يلا انزل انزل. طيب نجيب مش نجيب عشان امسكها. اجيبكم كده اللي انا فيه والنبي. حسوا ان انا ايه، عندي اربوزات في البيت. بصوا بطروخ. خفيفين. انزلي ايه؟ انزلي ايه؟ انزلي ايوه. بس كده. طبعا انتوا عارفين مهرجانات العيال، فانا لازم افصل عشان اشوفهم يعني. ده طبيعي. يلا. ممكن ننام فر بقى يا بنت يا دنيا. احنا ايه، زهقانين من الاكل، وبصراحه مش عايزه اعمل طبيخ ومش عايزه اكل بقى. زهقت من الاكل والواحد مش عارف اصلا يعمل اكل ايه. خلاص الواحد مش عارف يعمل اكل ايه. بس كده. انا بمصمت بس مش باكل، محدش يفتكر ان انا باكل. صدقوني اللغوص دي احساس حلو. هو البطاطس. اللغوص والله حلوه. البطاطس هتتحرق. ايه رايكم نغوص كمان؟ خليك انا هصورك. بس كفايه لغوص. واو 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 واو. كده ايه، احنا طلعنا وريهم الرنجة. طبق البطاطس. طب البطاطس ايه؟ ده رنجة عملت لي دماغ من قبل ما اكل. بصوا بقى، ايه رايكم؟ بس كده كده فل قوي، شمعة منورة. افور بقى هنا نرجع ناكل بقى. بس شغالة على النار. عايزة بس ايه، شمريلي شمريلي يا بنت، شمريلي. ايوه كده. اشمر لك طيب؟ شمريلي التانية يا بنت. لما يبقى في حاجة يعني فيها كده لغوصة. لغوصة. دي احلى حاجة اللغوصة. الله. لما بتكون فيها لغوصة بتأمر لازم بقى المطبخ. ثانية لا ثانية ما ينجي. يلا حالا ما يمنعش ان انا اكل فراوله في النص. مش مغسولة. انا غلطتها. ما يمنعش يعني مش ساعدني ان انا اكمل. اكتب بقى المعلومات دي عن كده. مش كتير بس انا قلت ايه، زيت مع بيض ويلا تجيب. كده الغسالة شغالة والمواعين شغالة والبطاطس شغالة، كلهم مع بعض كده شغال. أتألق
كان في روتين النهارده في اوضه النوم كنت بعمله، بس كان صعب عليا ان انا اصور يعني. كانت حاجات كتير جدا بعملها ولسه ما كملتهاش، ولكن ايه، قلت كل ما بقى في وقت ان انا بعمل يعني. هنلعبوا بقى في الوقت الضايع، رمضان داخل علينا ان شاء الله، بيبقى الوقت زنقه وكمان بيبقى الوقت ضيق، الواحد مش بيبقى قادر يعمل كل اللي هو عايزه. اقوم بقى اتجدعني شويه وتمسك وراكي، بلاش كسل، واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفونا، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اعملي كده كده باللايك كده، دوسوا اللايك. عايزه البتاع ده بتاع دي ماشي يا مريم. اخدها تقليبه 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 عشان البطاطس ايه تبقى محمره كده بقى. تقليبه نقلبها كده. دخلت ايوه. كمان القرمشه. اكيد اي حد بيتفرج عليا اكيد هيخش التلاجة. تلاجة ده في ثانية الا ثانية. الواحدة قسما بالله لو وراها ايه، لو وراها ده وحاطة في دماغها ان هي تعمله وتخلصوا بتخلصوا. احنا كستات ما بيغلبش علينا، ما فيش حاجة بتبقى صعبة علينا الحمد لله. القوية مش حاجة صعبة علينا الحمد لله. بنحاول نظبط الأمور بحيث إن احنا نقدر نعمل كده. أنا عندي مشوار عايزة أنزل، قلت لأ لازم أعمل فيديو لحبايبي الحلوين قبل ما أنزل، علشان إيه؟ لأن أنا منزلتش كل يوم، ومش بيبقى فيه فرصة إن أنا منزلش كل يوم. بندمج أوي في اللايف، يعني بحس إن انتوا أقرب يعني ليا في اللايف من الفيديو. بخلص كده عايزه اديك صابون سائل، وعايزه اجيب شويه حاجات كده عشان الصابون اللي عندي خلاص. لسه يا مريم. الغسالة كمان شغالة، كله بيخلص مع بعضه الحمد لله. كله. انا بقى موتي وسني ان انا اكون مثلا عامله غدا وفي مواعين في المطبخ، معرفش ليه بحس ان انا متضايقه. يقولوا لي هو انت وقت تغسلي المواعين مش بناكل الاول؟ اقول لهم انا بحب اكون مخلصه الاكل واكون مخلصه الحاجات اللي ورايا في المطبخ، معرفش ليه. يعني ممكن بعد الغدا مثلا اقول لا اخلص كله مع بعض. ليه بعد الغدا الواحد خلاص بيأنتخ، يعني بيحس ان هو جسمه تقيل مش قادر يتحرك. وليه؟ طب ما انا ما اخليش حاجات ورايا علشان بعد الغدا يبقى طبقين، يعني حتى لو كسلت منهم
وانا بعمل الشاي باخدهم معايا. طب هو كده خلاص انا هطلع. هو ده كده اللي انت طلعتي؟ لا لا؟ لا برضه. هو ده؟ لا طبعا. انا بقول بقول لك كبير. ايه مش حاسه ان ده والله كبير. سيب الفراولة. الفراولة. مرة كده. عشان خاطر الاستاذ يد المسموم اللي عندي اللي ما بياكلش. كده انا خلاص مش عايز اقولك. ويا مريم مريومة يا مريومة شوية يا مريم. طب برافو بطاطسات. حطيت شوية بطاطس اهو. يعني انت لازم تمسكي الطبق حضرتك افرضي حاجة وقعت عليكي. يعني افرضي فيها ايه؟ اتحرقت حضرتك. هحطي بطاطس تاني؟ ازاي يعني ما تحطش وانا بعمل كده؟ لا بقول هتحطي بطاطس تاني. روحي يا مريم شوفي الحاجات اللي بتعمليها. نحط بقى بطاطسين. بصوا بقى البطاطس مقرمشه مقطعها صغنونه مقطعها رفيعه. انا بالنسبه لي لو تديني كل يوم طبق بطاطس زي ده انا مش هقول انا عايزه حاجه ثانيه. بحب عليها كمون. بحب بطاطس كمون. الله 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 الله. الايه؟ الشيء ليمونة سبانخ بصل ممكن نحطها. نعمله بقى ايه؟ طبق السلطه. نعمله طبق سلطه. يلا بقى. روحي يا مريم شوفي اللي بتعمليه يا مريم. مريم شكلي هقطعك يا مريم. من غير دي حطيت بطاطس.
بصي خلصت المواعين، قلت لي ده مسحت البوتاجاز والرخام. خلاص على كده يبقى انا عملت الاكل وغسلت الغسيل، والاكل هو ما خدش صمت. هي الرنجه فيها ايه اصلا؟ هي رنجه فيها ايه؟ ولا حاجه. اكله سريعه في ثانيه الا ثانيه. اقطع بقى البصله كده، اعمل بقى طبق سلطه مفيهوش خضره، ولكن ايه هستكفى بقدر من ايه، من شويه البصل وشويه طماطم وقرن فلفل وليمونه بفضل ونعمه ورضا. الحمد لله على كل شيء. السكينه بارده جدا. بس كده ادي قطعت الطماطمايه. تمام. الصوص كده قرن الفلفل الجميل ده مولع. الله. لازم مع الرنجه ايه حاجه بصراحه حاميه، يعني مش هينفع اكل رنجه وما احسش ان في قرن شطه ولا قرن فلفل. ازاي يعني؟ لازم حته كده حشه، لازم حته حرشه عشان نعرف ناكل. انا بحس ان الناس اللي ما بياكلوش فلفل حاميه ولا شطه ولا اي حاجه حاميه، لازم الاكل بتاعهم مش زي العيانين، لازم يبقى فيه حته كده. كل واحد وذوق، بس انا شخصيا ما بحبش الاكل اللي هو يبقى ايه من غير تحبيشه يعني. هو قرن الفلفل ولا شويه الشطه اللي كل واحد بيبقى هو نفس واحد. حتى لو البني ادم ملهوش مزاج ان هو ياكل، لو حطيتي مخليه، حطيتي قرن فلفل، حطيتي شويه شطه على الاكل هتاكلي وتشبعي. يعني مش لازم ان ايه. نحط بقى ايه رشه الملح وشويه الايه الكمون. رشه الملح مش هحدقها قوي عشان طبعا الرنجة حادقه. وكمان هحط ايه ليمونه. نديها عصره ليمونه كده حلوه. واقلب بقى كل الحلويات دي. قلبي قلبي قلبي. بس طبق سلطه ايه انما ايه بوم بقى. احط بقى هنا، احنا رنجه بنحبها كده، ما بحبش اقطعها ولا بحب اعمل فيها اي حاجه، بديها عصره ليمون كده من فوق الوش فقط لا غير. وممكن اسمها ايه، ممكن طحينه كمان، يعني ممكن ايه بس كده حلو قوي. ممكن لو في طحينه نحط ايه طحينه كده. خلصت خلاص. اظبط بقى بقيه ايه الحاجات. دي بقى على جنب كده، واصور بقى هنا الكلام ده ايه اهو. ممكن طماطم وفلفل احطهم في التلاجة. تمام. حطهم في التلاجة.
دي احطها عشان الايد. كده 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 ايه خلاص كده هنا كل حاجه. انا بقى مش بس كده كده ايه اللي هو هعمل كل ده تاني عشان طبعا المواعين هتبقى ريحتها من ايه مطرح الاكل، مش هيبقى اللي هو بس هو اللي هو ايه نظافه كده مؤقته، عشان ان هو نظافه مؤقته عشان عارفه ان كده كده بعد الغدا هيبقى في مواعين تاني، فنظافه مؤقته. وهنا دي اللي كان فيه البطاطس كده. وهنا فاضل ايه؟ فاضل طاسة البطاطس اللي هنا دي. هنا طاسة البطاطس دي خلاص كده خلاص خلصتها. هحطها جنب ايه؟ جنب اختها. نجيب لاستاذ اياد ايوده عشان استاذ اياد ايه يعني هيعمل لنا فيلم عشان الرنجه النهارده، يعني هيعمل لنا فيلم عشان هو ما بياكلش الرنجه، رغم هو كان من كام يوم بيقول لي عايز اكل رنجه، بس هو عشان لقى فيلم شغال بيقول كده، الولد بيقول كده فحب يقلده. كده قبل ما اخلص احط له بقى هنا برضو شويه كمون كده، وهنا رشه خفيفه، وكمان احط شويه ملح هنا وهنا كمان، عشان دي كده من هنا كده بقى ايه كده خلصت. بصوا كده عملت ايه الرنجه وعملت بطاطس، طب بطاطس حلو ليا، والبطاطس دي القيوده، وعملت طبق سلطه. هو فيديو خفيف يا رب يعجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ما تنسوش تحطوا اللايك. ها باي.